السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لمسات ريهام الجزائرية. اليوم نحضروا مع بعض دي كوكا ولا بيتزا كوفير بدون العجينة المورقة ولا حتى زبدة التوريق. راكم تشاهدوا جات ولا أروع. شاهدوا الفيديو للأخير، ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هنايا نروحوا لتحضير الحشو اللي فضلت نسبقه. نديره هو الاول ونخليه جانبا باش يبرد لي. درت شويه زيت في المقلاة وقطعت البصل الى قطع اون كما راكم تشاهدوا، وضفت لها شويه ملح وخليتها تدبل لي بهذه الطريقه. نخليها حتى تتبال لي مليح. ومن بعد انايا ضفت لها الفلفله اللي قطعتها الى قطع صغيره. وهنايا الحشو يبقى اختياري وانتي واش تحبي ديري. اذا حبيتي تضيفي الفيوند هاشي ولا ما ديريش الفلفله، هنايا انتي واش تحب. هنا من بعد اللي طيب لي الفلفله نخليها حتى يطيب لي مليح مع البصل. نضيف لها طماطم اللي كنت قطعتها الى قطع صغيره باش هكا كي تاكلي لي كوكا تستبنيها متربيهاش. فوالا نضيف لها الكركم، سكينجبير، شويه زعفران، شويه حرور. وهنا التوابل تبقى اختياريه، انا نبغي نكهه بهاد التوابل. فوالا نقلب هاد التوابل ونخليها حتى تطيب لي. نروحوا لتحضير العجينه. عندنا كاس ماء، كاس زيت. جيبوا بغا ميكسور ونخلطوهم مليح مليح حتى يولي لي الماء والزيت خليط ابيض بهذا اللون. ونضيف لهم ملعقه ملح وملعقه خميره الحلويات. نخلطوهم جيدا. وهنا نقعدوا نضيفوا الفرينه. هنا غادي نضيف الكاس الاول والكاس الثاني والثالث ونضيف الرابع ونخلط، والخامس نضيف غير تدريجيا. اذا هنايا الفرينه نتيا والنوعيه نتاعها، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. فوالا هنا درت 4 كيسان في الاول. نخلطهم حتى اللم. اذا خصني نضيف غير بشويه باش نتحكم في قوام العجينه. هنا كما راكي تشاهدي راه خاصني شويه. فوالا درت كاس الخامس راني عاده درت منه شويه. دونك في العجينه هذه دخلت لي 4 كيسان وربع، 4 كيسان فرينه وربع. وهنايا تبقى على حساب الفرينه اللي عندك. هنايا باش تتحكمي في القوام تاعها تجيك بهذا القوام راكي تشاهدي، ما هي يبسه ما هي طريه. هنايا ديرها في بابي سولفيرزي وتخليها ترتاح جانبا. من بعد اللي ارتاحت لي نجيب الفرينه ونجيب الوراق نفتحها كبيره ونرققها بهذا الشكل. دائما نستعين بالفرينه. هنايا نبقى غير نفتح فيها حتى نتحصل على الشكل اللي راني حابه. فوالا هنايا من بعد اللي فتحتها كم تشاهدوا نجيب اناء. هنا عندي 4 مغارف. هنايا عندي 4 مغارف مايزينا و6 مغارف زيت. بالتدقيق عندي 4 مغارف مايزينا و6 مغارف زيت. هذا الخليط اللي غادي نديره هو اللي غادي يدير لي الفيطاج، اي التوريق. هذا الفيطاج اللي غادي نديروه بدل زبدة التوريق اللي مداري نستعملوها في لاباط فايتي. بهذه الطريقة نوزعه بالتساوي على العجينة باش يجيني الفيطاج مليح. فوالا تجيبي ان بانسو ولا غير بيدك وتمشيه ونرولي كاع ديك العجينه بهذه الطريقه راكي تشاهدي، ويجيني الاطراف تاعها كاع قد. فوالا هنايا اذا خاصك زيدي سقدي غير بيدك وسقديها حتى تحصلي على القوام اللي تبغي. هنا نقسموها اون دو نديروهم قد
فوالا. وهذيك العجينه من افضل تكوني ديرتها في بابي سولفيغيزي باش ما يصوتهاش الهواء وما تيبسلكش وتتفتت لك. فوالا نرش الفرينه ونحل. هنايا في هذه المرحله نحل على حساب الصينيه اللي عندي في المنزل. هنايا اللي غادي تستعمليها دائما تحلي قدها، ما تخليهاش غليظه وما ترقيهاش بزاف، ديريها على حساب الصينيه اللي عندك. واذا خرج لك لي شوت اقلعيهم. فوالا من بعد اللي فتحتها نطلعها في الوراق بهذه الطريقه. نجيب الصينيه. انا دائما نفضل ندير بابي كويسون. اذا انتي تحبي ولا ما عندكش في المنزل بابي كويسون، غير في الصينيه نتاعك دهنيها شويه ولا رشيها بالفرينه وديري العجينه نتاعك. انا نفضل ندير بابي كويسون. نسويها مليح حتى تاخد لي الشكل نتاع الصينيه. فوالا. وهذاك كاع لي شوت نقلعهم، نجيب الرولونت ونقلعها ولا غير سكين اللي عندك في المنزل قلعي الزياده. فوالا بهذه الطريقه تقلعيها كيما راكي تشاهدي. هيا باه تجيني على حساب الصينيه. وهنايا اكيد يكون الحشو برد لك، درتي في حاجه تبرد لك. فوالا. وتحطي توزعيه بالتساوي على العجينه. فوالا حتى نعمرو كاع العجينه. من بعد اللي نديرو الحشو نقلعوا الصينيه خلوها جانبا ونفتحوا العجينه الثانيه بنفس الطريقه نتاع الاولى. فوالا. وتاخذ لنا المقاس نتاع الصينيه. فوالا كما تشاهدي. ونغطوا الحشو نتاعنا بهذه الطريقه. فوالا. هنايا نسوو مليح. من بعد اللي نسووها نقطعوا كاع هذوك الحواف الزياده. فوالا بهذه الطريقه. فوالا كاع نسووها. هنايا باش ندهنوا الوجه نتاعها انايا دهنتها بالبيض. جبت حبه بيض ودرت لها ملعقه خل وخلط وراني ندهن. ماذا بيك ما تكتريش بزاف باش ما تجيكش ديك ريحه البيض. هنايا درنا الخل باش تقلع لنا ديك الزنخه تاع البيض، كاين اللي ما يحبهاش. ونجيبو سكين نقطعو نطراسو غير من الفوقه. هنايا نعطيك واحد لاستيس تراسي من الفوقه ومن بعد دخليها الطيب. من بعد 5 دقائق تعاودي تخرجيها من الفرن وتقطعي حتى توصلي للتحت في الصينيه نتاع الكوكا نتاعك. ومن بعد ترديها الطيب لك تكمل الطياب نتاعها بهذه الطريقه. بالزيتون الاسود تيديري في اللي عندك في المنزل. اذا ما عندكش تقدري تكتفي بها وتجيك ولا اروع. فوالا. هنا نكون مسخنه الفرن على 180 درجه. ندخلها الطيب وها هي لي كوكا تاعنا جاو ولا اروع، راهم سخونين. فوالا نقلع لكم حبه تشوفوها جاو ولا اروع. وشوفوها في طبق التقديم. هادو هما لي كوكا اللي حضرناهم لنهار اليوم. اتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم. ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. في وصفات اخرى الى الملتقى ان شاء الله.